أنا فخورة جدا بالتتويج، خصوصا بلدي الجزائر هنا في باريس. حضرت تقريبا 8 سنوات وأنا أحضر هذا الأولمبياد. الحمد لله اليوم كنت في الموعد وربحت بالمقابلة، فزت بالمقابلة. إن شاء الله المقابلة الثانية وإن شاء الله التتويج كذلك. أود أن أشكر العالم كله من بي إن سبور. إيمان فزت في الميدان وكسبت تعاطف كل الشعب. نعم، هذه قضية تمس كرامة وشرف كل مرأة أو كل أنثى، أن الشعب العربي كله يعرفني منذ سنوات وأنا ألاكم في الاتحاد الدولي الذي ظلمني، ولكن أنا عندي الله أكبر. شكرا إيمان خليف، متأثرة بما حدث اليوم. أعتقد وأنا بي إن سبورتس أعطتها الفرصة كي تتحدث في الوقت الذي كما كنا قد تحدثنا العالم أنصفها أمام البعض من ضعاف النفوس الذين حاولوا حقيقة أن يهزوا شيئا من ثقتها، ولكن لم يفلحوا بذلك على الإطلاق. علينا أن نشاهد هذا المشهد المهيب. Paul, excuse me, just show them. يجب أن نشاهد هذا المشهد. كل من جاء إلى هنا جاء من أجل مؤازرة إيمان، جاء من أجل الوقوف خلفها، سواء كان ذلك صحفيين أو إعلاميين أو حتى مناصرين. كما قلنا قبل النزال، عدد كبير من الوفود العربية لا شأن لها بالملاكمة، لكن جاءت من أجل الوقوف خلف إيمان وأن تستمع إلى ماذا تريد أن تقول. نحن اليوم من خلال بي إن سبورتس أتمنى وأن أكون قد منحت الفرصة لإيمان لكي تقول كل ما في داخلها. الجزائر اليوم في رصيدها ميدالية على الأقل برونزية، لكن كما قالت هي ميدالية الكرامة قبل